طيب الله أوقاتكم سيداتي سادتي أينما كنتم بكل خير حيكم، وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. إحياء 8 مارس اليوم العالمي للمرأة في الداخل والخارج بحفاوة كبيرة. ارتفاع كبير في عدد المدارس الثانوية في إقليم عسل. تطوير مراكز الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر. انفجارات في مخزن للأسلحة بغينيا الاستوائية تخلف قتلى ومئات الجرحى. اتفاق بين سيول وواشنطن بشأن تمويل الوجود العسكري الأمريكي. والحكومة الأفغانية وطالبان ترفضان مقترحا أمريكيا بخصوص عملية السلام. السلام عليكم ورحمة الله. تم إحياء اليوم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة في الداخل والخارج بحفاوة كبيرة تحت شعار المرأة الإريترية عماد التحدي والتنمية. وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم احتفالا بهيجا نظم بما يليق وعظمة المناسبة. ذكر فيه القائم بأعمال السفارة الإريترية سيد إبراهيم إدريس دور المرأة الإريترية الدافع لمسيرة التنمية، مثل الدور البارز والفعال الذي أبدته في نيل الحرية وحماية السيادة، مؤكدا بأنها استطاعت تفعيل قدراتها وكفاءتها ومساواتها في كافة المجالات. من جهتها أشارت رئيسة المرأة في الخرطوم وضواحيها السيدة إيدن تادسه إلى مواصلة البرامج الجارية لتنشئة الشابات وكذلك تطوير القدرات المهنية بشكل أعلى. وأفادت المعلومات الواردة بتنظيم احتفالات مماثلة في ولايات القضارف وكسلا وبورسودان. وألقت رئيسة المرأة الإريترية في جدة بالمملكة العربية السعودية السيدة نورة حاج علي كلمة بالمناسبة عبر الفيديو الافتراضي تطبيقا للقيود المفروضة للوقاية من فيروس كورونا. قالت فيها إن الحكومة الإريترية والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية يسعون جاهدين لتعزيز الإنجازات الباهرة التي سطرتها المرأة الإريترية إبان الكفاح المسلح وبعد الاستقلال بالتعليم الأكاديمي والمهني. كما تم إحياء المناسبة بصورة مماثلة في كل من جوبا بجمهورية جنوب السودان والكويت وإسرائيل حسب المعلومات الواردة من تلك الدول. قال مسؤول المدارس الثانوية في إقليم عنسب الأستاذ تخلسن زرعي إن عدد المدارس الثانوية في الإقليم ارتفع ب18 ضعفا. وأوضح وجود مدرسة ثانوية واحدة فقط في كرن في عام 1991، ونتيجة للاستثمار في التعليم الذي جرى بعد الاستقلال تم افتتاح 18 مدرسة ثانوية في 9 مديريات. وحول ارتفاع المشاركة في التعليم أوضح أن العدد الذي كان 1200 فقط ازداد ب6 أضعاف ليصل إلى 7576 طالبا، والمعلمين من 12 إلى 298 معلما. وذكر بأن مدرسة أصماط الداخلية تسهم بدور مشهود في رفع المشاركة في التعليم خاصة للإناث. وأشار مشاركة حوالي 12 ألف طالب 40.2 منهم طالبات في امتحانات الشهادة الوطنية، حصل 3455 طالبا على معدل النجاح لمواصلة التعليم لدرجات البكالوريوس والدبلوم والمدارس المهنية في الفترة من عام 2013 وحتى 2020. وأوضح الأستاذ تخلسنبت أن وضع المدارس للخطط القريبة والبعيدة المدى وإعداد المعلمين لخطط الدراسة وتقديم التعليم الإضافي لطلاب الصف 11 وتنظيم التدريب لرفع قدرات المعلمين وعمل المدارس بالتعاون مع إدارات الضواحي ولجان الآباء ساعد في تنفيذ عمل تعليمي فاعل. عقد في مدينة بارنتو سمينار تنويري لأصحاب البساتين حول السماد الطبيعي وطرق إعداده وفوائده. وأوضح خبراء الزراعة أن الهدف من السمينار الذي ركز على أساليب إعداد السماد الطبيعي استخدام المزارعين بوسيلة علمية الموارد الموجودة في محيطهم لرفع الإنتاج. وقال مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية بارنتو السيد مبرهتوم قبرهوت إن استخدام الأسمدة بإرشادات المهنيين الزراعيين لها دور كبير في تخصيب التربة ورفع الإنتاج الزراعي. وذكر المزارعون بأن محاضرات إعداد الأسمدة الطبيعية تنمي معرفتهم وتسهم في رفع الإنتاجية.
أعلن مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر إن العمل جار لجعل مراكز الشباب مراكز مهنية ومعرفية، وذكر وجود برنامج لتطوير بالمحتوى الكامل للمراكز الشبابية المشيدة بتعاون الاتحاد ولجان أصدقاء الشباب لتكون منابر تعليمية وترفيهية. وقال إن تأهيل مراكز الشباب أو مركز الشباب في عصب العام الماضي بالكمبيوترات والكتب يأتي في هذا الإطار. وأوضح السيد عثمان أن قضية الشباب ليست مسؤولية الاتحاد وحده، لذلك تم إقامة اللجان من المؤسسات الحكومية والجبهة والتي تقوم بأنشطة التوعية وتقوية التنظيم والتأطير. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 600 آخرون في انفجارات أدت أيضا إلى تدمير معسكر للجيش وأحياء محيطة به في غينيا الاستوائية. وكان رئيس البلاد تيودورو أوبيانغا نيغيما قد أعلن في وقت سابق أن الانفجارات أدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 600 آخرين. واتهم الرئيس مزارعين بأنهم سمحوا بانتشار حريق، كما اتهم الجيش بأنه أهمل مراقبة ترسانة الأسلحة في المعسكر. ودمرت 4 انفجارات قوية مباني في المعسكر الواقع في العاصمة الاقتصادية باتا، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل المحيطة به. ويأتي الانفجار في الوقت الذي تعاني فيه غينيا الاستوائية الدولة المنتجة للنفط من صدمتين اقتصاديتين بسبب جائحة كورونا وهبوط أسعار الخام الذي يسهم بنحو 3/4 عائدات البلاد. توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لاتفاق بشأن مساهمة سيول المالية في الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية في اليوم الأول من المناورات العسكرية السنوية المشتركة مع الجنود الأمريكيين. وشهدت العلاقة بين سيول وواشنطن اللتين يجمعهما تحالف عسكري اضطرابات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ اتهم الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب كوريا الجنوبية بعدم المساهمة بشكل كاف في الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، مطالبا إياها بمليارات الدولارات. وينتشر نحو 28,500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية لحمايتها من هجوم كوري شمالي محتمل. وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الجانبين وقعا اتفاقا مبدئيا لم تحدد قيمته. وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن إحياء التحالفات الأمريكية التي قوضها سلفه، وذلك في محاولة منه لمواجهة التحديات التي تمثلها روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية. قالت مصادر دبلوماسية وسياسية إن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد اقترح خلال الأيام الماضية تعديلا لعملية السلام المتعثرة يشمل تشكيل حكومة مؤقتة وعقد مؤتمر للأطراف الرئيسية، لكن خطته واجهت اعتراضات فورية من الجانبين المتحاربين. ويقوم المبعوث الأمريكي بجولة تشمل كابول والدوحة وعواصم أخرى في المنطقة هي الأولى منذ بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث اختياراتها لعملية السلام، بينما ينفد الوقت المتبقي على الأول من مايو وهو نهاية مهلة لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان. وقالت المصادر إن خليل زاد يحاول في الوقت الذي تحقق فيه مفاوضات السلام الجارية في عاصمة قطر القليل من التقدم ويتصاعد العنف في أفغانستان، يحاول بناء توافق حول اختيارات بديلة مع جميع الأطراف الأفغانية والقوى الإقليمية. وفي كابول اجتمع خليل زاد مع عبد الله المفاوض الأفغاني الرئيسي والرئيس أشرف غني وقادة سياسيين آخرين من بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي وقادة للمجتمع المدني. لقي شخص مصرعه وأصيب 40 آخرون إثر انحراف قطار كان متجها من مدينة كراتشي باكستانية الواقعة جنوبي البلاد إلى مدينة لاهور شرقي باكستان.
وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية أن الحادث وقع بين محطتي روهري وبانو عقيل في إقليم السند الواقع بجنوب باكستان، مشيرة إلى أن الحادث أدى إلى حدوث توقف مؤقت في حركة السكك الحديدية في كلا الاتجاهين، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر بالسكك الحديدية الباكستانية. من جانبها أفادت مصادر في عملية الإنقاذ بخروج 8 عربات من القطار عن مسارها أثناء الحادث، والذي لم يتم التعرف على السبب وراء وقوعه. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.